مرحبا أصدقائي، اليوم رح نتعلم الأحرف الصوتية في اللغة الكردية. الأحرف الصوتية في اللغة الكردية تتقسم لقسمين: أحرف صوتية قصيرة وأحرف صوتية طويلة. الأحرف الصوتية بنسميها باللغة الكردية تيبين دنقدير. تيب بمعنى حرف، إن علامة الجمع، دنقدير بمعنى صوتي. القسم الأول الأحرف الصوتية القصيرة بنسميها دنقديرين كرد، واللي هي 3: أ يقابلها الفتحة باللغة العربية، كسرة خفيفة، و اللي هي الضمة باللغة العربية. أما القسم الثاني دنقديرين دريج بمعنى الأحرف الصوتية الطويلة، اللي هي أ، أو، إي، أو، اللي بيهمني بهالفيديو انه نتعلم نطق الاحرف الصوتية الكردية بالشكل الصحيح، لانه ما رح تستقيم القراءة باللغة الكردية الا اذا استقام لفظ الاحرف وخاصة الصوتية منها. لذلك بهالفيديو رح اقرأ لكم بعض الكلمات الكردية بعيدا عن معانيها، ويا ريت ترددوها وراي وتركزوا على الاحرف الصوتية فيها. آر، مار، فالا، ايش، هيل، اري، ايران، مير، كردي، اول، روج، دو، اور، دور، رو، اللي هي الفتحة قلنا، از، رز، جورا، اللي هي بمثابة كسرة عربية خفيفة، إنسان، من، مرن. هالحرف بيعطي صوت الضمة العربية وما بيجي بأول الكلمة. جه، دو، تو.